متفق معاك. انا التزمت باخلاقة الحياه. نعم. يقول لك الحبس 30 سنه بزاف على واحد، 30 سنه قليل، لان مس القوت نتاع البساطه. وخذينا قوانين رادعه، وكثير من الناس راهم نادمين اليوم. شحال تربح في المضاربه تاعك؟ تربح مليار. راك سمحت في ولادك وعندك 30 سنه انكومبريسيبل. اذا لازم القوانين تاعنا تطبق، والناس ان لم تستعي يفعل ما تشاء. دوك الانسان اللي يديرها عمدا وما نستبعدش باللي فيه ناس مغذيتهم العصابه، وما نستبعدش ان هذه امور من البديهيات نتاع خلق عدم الاستقرار. فيه مدارس كلكم تعرفوا واش راه الالياندي، واش راه الاخر، واش راه الاخر. يجوا في الليل يلموا كاع السلعه اللي في الحوانيت ويرموها في البحر ويخلقوا مجاعه، وتخرج الناس للشارع وهذا ويسهل الانقلاب ويسهل كذا ويسهل كذا. اذا العصابه اليوم عندها اموال طائله، راه الدور اموال لا تعد ولا تحصى. يحاولوا يشروا الصحفيين، يحاولوا يشروا هذا، يحاولوا يشروا، الا من رحم ربك. اليوم نقصت الحمد لله، ولكن مازال خايفين، لان عارفين اللي تحكم يندم على طول حياته على الشيء اللي داروا. المجتمع تاعنا لازم يسترجع الاخلاق نتاعو.